يا مساء الورد والفل والياسمين. اهلا بيكم معايا من جديد في قناتي، قناة شيماء شانيل. قناة متنوعة، فلوجات، اكلات، حلويات، كل حاجة معايا. بقالنا كتير قوي ما عملناش حاجة حلوة. تورتاية ماشي، اي حاجة ماشي، ننزل نسأل على التورتة بكام؟ تعدي 300 جنيه. طب ليه يا جماعة ما نجيب الحاجات في البيت ونعملها؟ يلا بقى نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمل ايه النهارده. الفيديو ده مجمع، يعني فيه سبونج شوكولاته وسبونج فانيليا، هما الاتنين طريقه واحده. يعني ربع كيلو سبونج بيتحط عليه 3 بيضات، النص كيلو بيتحط عليه 6 بيضات. يلا بقى نسمي الرحمن ونبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه خالص هتجيب البيض بدرجه حراره الغرفه. هتحطي 6 بيضات، بس انا هنا بصراحة البيض عندي حجمه كبير فحطيت اكتفي ب5 بس. لو انت البيض عندك كبير اكتفي ب5 بس، مش لازم ال6. لكن لو انت هتعملي ربع كيلو سبونج حطي 3 بيضات بس. الناس اللي بتخاف من الحاجات او ان هي تشم ريحة زفارة، ابدا، امشي معايا بالطريقة دي مش هتشم ريحة زفارة خالص. بصي يا ستي، انتي بعد ما تضربي البيض، طبعا البيض بدرجة حرارة الغرفة، تحطي معلقة صغيرة من الخل، وكمان هتحطي فانيليا سايلة او البودر، الاتنين حلوين مفيش مشاكل. هيتضرب بقى البيض، تسيب البيض مع الفانيليا، وهتحطي بقى على النص كيلو سبونج نص كوباية مية، وتسيبيهم يتضربوا مع بعض شوية، مش كتير قوي، بس يا دوبك البيض يتقلب مع المية. وهتبتدي تنزلي بالسبونج بتاعك وتضربيه بقى كويس جدا. بصي، انتي في الاول هتشوفي قوامه عامل ازاي، وبعد كده بقى هيختلف، هيبقى زي الكريم شانزي، وهيفور معاكي بقى ويعلى. كل ما يتضرب اكتر كل ما هيبقى حلو اكتر. هنا انا اصلا انا بجيب السبونج ده ربع كيلو، عشان انا لو عايزه اعمل تورتايه صغيره بعمل، ما برتبطش مثلا بالنص كيلو يبقى اعمل 6 بيضات. لا، فرضا ما مش عندي بيض كتير وانا عايزه اخد اعمل تورتايه صغيره على قدي، يبقى هما ال3 بيضات يعني. التورتايه الصغيره دي تاكل 4 افراد كمان، حلوين جدا. طبعا انا زودت معلقه من البيكنج باودر. بصوا بقى قوام ولون العجين او الكيك دلوقتي لونه ازاي. ولما بيتضرب كويس يعني بتقعدي حوالي ربع ساعة او 10 دقايق. بصي اللون ازاي. طبعا واثناء التقليب بكل شوية او الضرب بتقلبي الجوانب. هنا بقى صينية متغلفة بالدقيق والزيت. حاجة تانية كمان، لو في ورق زبدة هيبقى احسن كتير. هنبتدي بقى ننزلها كده، وهنزلها على درجة حرارة، ادخلها الفرن بتاعي، الفرن بيكون شغال. هدخلها فرن درجة حرارته من 150 لو الفرن بتاعي قوي جدا. لو الفرن العادي هيبقى 180، حلو جدا. هتاخد معاكي حوالي نص ساعة. فضينا الكيك كله في صينية، هبتدي بقى اديها خبطتين كده علشان لو في اي هوا ولا حاجة تتظبط معايا وتتفرد بقى بدون اي تدخل بالاسباتولا او حاجة. وهبتدي ادخلها الفرن. هنا بقى انا معايا شوكولاتة بيضة وشوكولاتة سما الخام، هما الاتنين حلوين جدا ماشي. بس انا بحب في الحلويات بتاعتي استخدم شوكولاتة اللي هي سما، اللي هي متغلفة دي. هو ده قال لي الشوكولاتة سما، بس انا بصراحة ما اقتنعتش، يعني ما عجبتنيش او مسكرة زيادة عن اللازم. لكن بصراحة سما البيضة اللي هي مغلفة زي دي بتبقى حلوة جدا. هنا بقى انا خدت الاتنين، ما سيحتش على حمام بخار، لا انا غليت ميه وحطيتهم بالكيس كده جوه العلبه. بس اهم حاجه يكون في كيس خارجي علشان يحفظهم، عشان ما يتسربش ليهم ميه ولا اي حاجه. ساحت وكانت حلوه جدا كمان. اتمنى بقى لو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ما تنسونيش في اللايك والشير والتعليقات بتاعتكم الجميله والاشتراك في القناه. اسيبهم بقى يسيحوا مع بعض شويه وبعدين نشوف هنعمل ايه. بصي الورق ده بيتباع عند مستلزمات الحلويات، في بقى اشكال معالق، اشكال عربيات، هتلاقي معايا كذا شكل انا استخدمتهم. بتجيبي بس تسيحي يا دوب الشوكولاته وتحطيها مكان اسمه ايه ده، المكان اللي هو بقى فيه الورق ده. يعني مثلا انا جايبه على شكل معلقه، جايبه على شكل عربيه. شكلت كذا حاجه واستخدمت منهم حاجات وحاجات لا بصراحه يعني، وعندي منهم لحد دلوقتي، لان هما بيبقى تقريبا الواحده ب10 جنيه، فيها كميه كتيره جدا.
سيحي الشوكولاتة الابيض او الغامق وحطيهم بقى المكان ده، وامسكي بقى بحرف السكينة ساوي بيه الشوكولاتة زي ما انا عملت كده بالظبط، عشان تطلع مستوية معاكي وجميلة. هي متاخدش مثلا 3 دقايق في التلاجة، او لو الجو ساقع يعني مش هتاخد معاكي وقت طويل جدا، هي حاجة بسيطة وهتلاقيها معاكي خلصت. بس بدل ما تجيبي الحاجات دي من بره جاهزه، لا انتي اعمليها في البيت، جميله جدا. وهتجيبيها لا بسعر غالي، لا يعني الورق كله ب10 جنيه. هنا بقى ضفت نوعين من الشوكولاته، بحيث ان اللي بره تبقى شوكولاته دارك، واللي جوه تبقى شوكولاته بيضه، وهيبقى شكلها حلو. هنا بقى هجيب كوب من كريم شانتيه الخام، وهحط قدامه بقى كوباية مية ومكعبات من التلج يتضربوا بقى كويس جدا. وهضيف السكر، مش هقولك هحطي كوباية او حطي نص كوباية، لا حطي الكمية اللي انت، يعني في ناس بتحب تحط سكر كتير، حطي اللي انت حباه ماشي، لان انا بحب السكر عندي يبقى قليل شوية. وضفت لبن بودرة، وكمان لو عندك قشطة حطي. يفضل كمان لو استخدمنا الاسبونج ده تاني يوم، يعني اعمليه قبل التشكيل، قبلها بيوم، هيطلع معاكي تعرفي تشكليه وهيبقى حلو جدا. بصي بقى انا هعرف اقطعه ازاي. انا كان فوق الوش عندي عالي شوية، بصي انا سويته وعرفت اسويه. انا الاتنين خلة دي حطهم علشان اعرف اظبط اقطعه، لان انا هنا هو ما كانش عندي المنشار ولا عندي الصينيه اللي هي بتاعه التقطيع. هنا بقى بصي، يعني انا بحاول اشكل بالراحه جدا، لان انا استخدمته في نفس اليوم، عملته واستخدمته في نفس اليوم. هنا بقى جبت ميه بسكر او سيرب، او الميه بتاعه الكمبوت تضيفيها معاكي في وسط الكيك وانتي بتشكلي، عشان ما يضايقكيش، وفي نفس الوقت كمان يبقى الكيك شارب شوية من السوائل، بيبقى برضو هش وحلو جميل جدا. هنا بقى انا بعد ما شربته نزلت بالكريم شانتيه، وكان عندي مانجا، قلت والله يا بنت ما تستخسريش بقى، احنا عملنا تورتايه نحط فيها بقى. قطعت بقى قطع من المانجا كده وحطيتها في وسط التورتايه بتاعتنا الحلوه الجميله دي. ما احنا جبنا بقى وصرفنا وكلفنا بالمره بقى. والله انتي حتى لو جبتيها من بره هتبقى غاليه، بس مش ضامنه النظافه. طعم حلو وكل حاجه، بس انتي مش ضامنه النظافه بتاعت الناس اللي بره. وبعدين ربنا يعافينا، الدنيا مليانه امراض، فانتي خدي بالك يعني. بصوا بقى، يعني حتى لو التشكيل بتاعها ما طلعش قد كده يا ستي، بس اسمك عاملاها بايديكي وهتبقى بالنسبه لك يعني حاجه جامده قوي. بعدين احنا ستات يعني هنعرف نعمل كل حاجه. بصوا هبتدي بقى اغلفها بالكريمه. خلصنا جوه بقى بالشوكولاته، تقدري تغلفيها بالكريم شانتيه، شوكولاته، اي حاجه بصراحه، يعني دي يعني بتاعتك انت بقى، انت اللي تقدري تشكلي التشكيل اللي انت عايزاه. ما بيبقاش في دماغ الواحد والله حاجه وهو بيعمل، بس اهو بنشكل على حسب ما بتيجي. طبعا بقى اديني زينتها، وضفت بقى هنا للكريمة ضفت شوكولاتة او كاكاو. هنا بقى زينت بقى، حطيت فيها عربيات، يعني كان عيد ميلاد تقريبا ابو ملك او حاجة و... وعملتها بالشكل ده. يعني حاجات بسيطة كده يا جماعة، ندلع نفسنا. وجبت معلقة بقى، ادي المعالق، شفتوا شايفين شكلها عامل ازاي. وبعدين رجعت في كلامي وشلت المعالق، قلت لا نحط الكريز بقى وحركات بقى. قلت لا كفاية، اكتفي بالعربية بس. وهنا كان عندي كمان شوكولاتة اللي هي الكريسبي الوان، ضفتها، قلت هيبقى شكلها احلى. يلا بقى نشوف بقى التشكيل ده بقى يرجع لك انتي بصراحة. كده بقى خلصنا التورتايه بتاعتنا. حطيت جنب اللي هي العربيات اللي هي بالشوكولاته الغامقه، والجنب التاني بالشوكولاته البيضاء. بصوا هي مهما كانت تشكيلها بسيط والشكل مش قد كده، بس والله الطعم حلو جدا. بس كفايه ان انتي عاملاها بحب ومن ايدك، فهيختلف طعمها 1,000,000%. اللي بيتعمل بحب وبيتقدم بحب دوت يا جماعة بيبقى أحسن حاجة في الدنيا. كل سنة وانتم طيبين جميعا، أنا سعيدة عليكم يا رب تحققوا كل فيها اللي بتتمنوه. اللهم اجعله عاما لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمرا، ولا يرد لنا فيه دعاء، وأحفظ لنا من نحب، وبشرنا بما ييسر، وحقق لنا ما نتمنى. بصوا يا جماعة، ادي كذا شكل من التورتات اللي انا عملتها، اشكال كتير ومختلفة ومتنوعة، تقدري انتي تعمليها في بيتك، حتى لو بأبسط الحاجات عندك. حتى لو هتعمليها بكريمة وسوداني بس برضه يبقى شكلها حلو. اتمنى بقى
لو شفتوا الفيديو بتاعنا ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب وتدعموا القناة عندي، ومستنية تعليقاتكم الجميلة. سلام.